أحباب المهدان، بعد ما عدينا النهار وتقطعنا ودرنا وحوسنا وكلينا وحلينا وعملناهم الكل، أنا طاح لي الهواء وتو البارت الجميل اللي أنا نحبه وانتم باس تحبوه، اللي هو الدمق تايم. لكن البلاصة اللي باش ناكلوا فيها اليوم مختلفة كومبليتمون. نحنا ماناش في ريستو وماناش في ميزون دوت، نحنا في ميزون دو شارم، دار للا زينب. الدار هذه عمرها فوق ال 500 سنة، معناها تخيل أنت التاريخ اللي موجود، كل قطعة لهنا معناها تحكي لك حكاية، وفي الآخر المهدي مش يدمق فيها، معناها عادي جدا. زعما النار تطفاشي ونبرة من وجعاتي، تكوى قلبي بقى قداش من جمرة فوق جرحاتي. يا حبيبي طولت الغيبة، نار الهيبة والحاجة الأخرى المميزة الماكلة بنزرتية. فما حاجات أنا شخصيا أول مرة نشوفهم كيما المقرونة العربي، أو النبارة باش يخرج في كومنتات تعرفش مقرونة عربي؟ ما نعرفش خويا مقرونة عربي، نعرف مقرونة جارية سباجيتي فل كذا، أما ذي هاند ميد مخدومة باليد كيما نقولوا احنا نودلز في الصين. وعندنا طبيخ زاد أول مرة باش نجربوا. الحلقات هذوما اللي ندمق فيهم ونجرب لأول مرة فما متعة خاصة. فما سلطة مشوية صنع منزلي مهاريس ودنيا ولغة. ولهنا عندنا دويدة حلال مستنيولي في غلطه. تريح جاري به هذا نبداو به الديبار باش يبدا كايا عدس وفول وفازي تحديد حسيلو ودياري. ولهنا شوف هذه كيفاش المدفونه هذا يا سيدي اقرب فريق الاعداد. تريح مدفونه فينوس كيفاش محطوطه في بول مزيانه. دونك تو خلينا ناكلوا ونعطيكم راينا. بسم الله. نحب الجاري يعني. نعشق جاري. احباب المهدان، اول مره انا في حياتي باش نجرب الطبيخ البنزرتي. كنت نسمع في المعلومات طلعوا برشا معلومات، يعني هو صحيح البلان منظره بسيط، يعني ما تشوف شيء تقريبا، تشوف صوص وطرف اللحم والا طرف الدجاج، لكن مع هذا معناها هذا قبل بنهار يبدا يطيب باش يحضر، يتحط في الكرشه كيكه ما قعد ليله كامله. وبالاساس هو شنو؟ قمح شعير شعير التوانسه يحبوا الشعير. شعير مقلي. وبالاساس هو الشعير مقلي ومن بعد يتهرس ويولي بودر. تعدى برشا مراحل. خلينا نكمل ناكل. مي نجح على الاخر. الطبيخ نجح معانا، جو باهي على الاخر. تو باش ندخلوا المدفونه. ما حلاك كي تاكل برشا حاجات، فرصه باهيه باش تاكل هكا الحاجات اللي مش كل يوم تقابل فيهم، ساعه ساعه في الاعياد والمناسبات. واخر مريولش بيه مريولي بالملوخيه. امي سوري، امي طيحتني بالكمجه تو. الا غالب اخويا برجوليه راه عندي اعاقه في الماكله من الاخر. لازم نمسخ روحي ولازم نتمرمد ونمن بحاجه اخرى. اتمسخ وكول وشيخ ومن بعد اغسل يديك. شنو باش يصير معناها؟ وهذا نغسلوه. دونك بعد ما كلينا الفازت هذوك الكل دخلنا المقرونه العربي. بالنسبه للعباد اللي ما شافوش المقرونه العربي تحسها مترانيه معناها خشين على الاخرى، والقياسات مش كيف معناها. اي حاجه هاند ميد راهي ما تجيش بالضبط، تجي ديما الاشكال مختلفه. والحم علوش توكل يبداو في الغربه، يبداو والله عيب عليك حرام عليك ديما. حتى انا راه ساعات يتيحوا فيا فيديوهات نسافر ونتفرج فيهم بلاد اخرى. تو نحلي وادخلوا معايا. خلينا نهزكم انا المره هذيا. شوف الليفينج روم او كما يعبر عليها باللغه العربيه غرفه المعيشه. هنا فما الحلو. وشوف الفاز هذه ما شابه. كي ندخلوا من هنا الليمو على اليسار نلقاو الكوجين بيس اند لوف. هذه هي الكوجينه شو محلاها. وانا دخلت باش نهز الرفيسه نتاعي وحدي، ما نحبش نستنى. الالوان زرقاء والحيوط قاعدوا كما هما كما كنا نحكيو. لهنا لافابو راكشه برجولي. انا لهنا نجم نعيش. حط لي كرسي خويا ونسربي روحي تك 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 جوي باهي. نسربيكم انا نجيب لكم. احنا الموقع هي دار للا زينب في المدة هي وحومة احنا نقولها في بنزرت حمدلس، حومة الأندلس. الدار هذه هي دار ورثة بوصبيح. الدار هذه تبنيت عام 1700. احنا نعرفوها بالنوع متاع الحجر اللي وقع استعماله في الدار. انا عندي تجربة صغيرة قلت لك
في جامع القصيبة اللي وقع الترميم نتاعو، واستقيت العديد من معناتها المعلومات هذوما. الفترة هذيك كانوا هما يستعملوا بما نقولوا احنا في الحجر الصم هذا، فما حجر اصفر كان تراوش فيه اللي هو الحجر المحثرم او كرملي هكا يبدا لونه اصفر. هذوكم هما معناتها لي زانديس اللي يوريونا الدار هذه معناتها الفترة اللي تبنيت فيها. العقود نتاعها زادة تبين اللي هي عام 1700. ما بدلنا حتى شيء في الدار، معناتها ستركتور نتاع الدار هي بيدها، واختمناها معناتها حجرة بحجرة. معناتها لهنا عملية الترميم دامت أكثر من 3 سنين. اللي خدموا معناتها في الدار هذه فريمون دي كونيسور. أنا همي كان معناتها نستحفظ على الأثر كما هو، وعاودنا جددناه رجعناها احنا ميزون دو شارم. الفرق ما بينها وبين الميزون دوت اللي كونوا الميزون شارم هي بلوتو لي زيفينمون، تحب مثلا هكا تعشى كتبان صداق تهور فرحة باك لما متاع هكا صحاب يحبوا نجيبوا فنانين زادا كله في العربي. جو متاعنا جو العربي، الجامعة قريب، السوق قريب، كل شيء قريب، البحر قريب، فما كل الجو كي نخرج فما ريحة ما تنجمش تشمها في وقت اللي تبدا انت دون اون غراند فيل ولا حاجة، فهمت. وربما انا زاده على خاطر عديت فترة كبيرة من حياتي كنت في هولندا واحد، وكي رجعت جافي ربما معناتها فما حاجة كانت تجبد فيا، نحب نرجع للروتس متاعي، معناتها جذوري واحد وما نعرفش. بالحق فرحان برشا اللي عملنا احنا معناتها الدار هذه، فرحان به اكثر. نحب احنا اون ايمري بيان لو بارتاجي مع العباد الكل. الماكلة عندنا مدام سونس الغربي اللي هي تبارك الله عليها، ونظن انتم العشاء توقتوه الليلة بالمناسبة نحب نتوجه لها معناتها بالشكر. ماكلة احنا ديما نحاولوا باش نعطيو الماكلة البنزرتية، معناتها باش نحيو لاكويزين بيزرتين اللي هي زادة معروفة برشا. مثلا المقرونة البنزرتية كيف اللي كنا ناكلوا فيها تختلف برشا ماكلات نتاعنا احنا في بنزرت لهنا، والله لقات برشا نجاح. عندنا برشا معناتها توا قاعدين عندنا برشا زوار، الجنسيات الكل قاعدة تزور فينا. بالاساس ماهيش تجارية، الكونسيبت عمل افيك بوكو دامور، ندخلوا ثقافة التوثيق اللي انت سي مهدي قاعد تخدم. قاعدين نوثقوا دي جينيراسيون اللي يجيو من بعد باش يلقاو. زمنا نسعاو باش احنا نقوموا بلادنا، وخاصة تراثنا راهو هو كل شيء. مرحبا بالعباد الكل، واحنا وني فوتر سيرفيس، ونحبوا نفرحوكم، نحبوا نوثقوا لكم الفيلم هذايا نتاع فرحة العمر، نتاع النجاح، نتاع القاعدة حتى اونتخامي هكا. شوف الزنقة ذي مشبة الوان ودنيا وكذا. العرسين ان شاء الله مبروك، ان شاء الله ربي يهنيكم كل شيء بالبركة. شوف الزر يا ودي جاونا به البلاصه اللي تعديو فيها تحفل احنا راه. ربي يهنيك يا صاحبي يا باهي. مرحبا بكم راهي بنزرت زون فاميليال على الاخر، اللي باش يجي باش ندلوه باش نفرحوا به يا ودي من جميع وما خويا يروح كان زاهي وفرحان. هذايا لغه خويا نقشه وحرقوس، لقينا صحايبنا احباب المهديان ما نعرفش يعمل بالضبط، ما خلينا نكتشفوا مع بعضنا. صاحبي احلى اخوه ديجا كنت تفرج في الفازات تاع الحيوت هما ديجا، معناها تختار اي حد يختار التيم نتاعو يعمل اللي يحب عليه يعملها وانت جاوك باهي. واللي عنده محل واللي عنده محل اكيد جدا، واللي عنده محل مثلا قهوه ريستورون روضه، حتى ليسيات نخدموا دخلات تندرات كل شيء موجود ما شاء الله على خويا. نعملوا فازات مش نورمال باش تجربوا حاجات في بنزرت صعيب شويه تجربوها في ولايات اخرين، اما راهي ولاياتنا الكل شبان وتونسنا الكل مزيانه، ومرحبا باللي يجينا واللي باش يجينا باش يروح زاهي ان شاء الله. نعم بوزين عاش خويا ربي يبارك لك خويا. عايش خويا الى اللقاء. هاي برا مالا بقلاوه خويا، نعملوا 100 روتيه برا متر واي. الله وحد عليك خويا على الدار نسابك. يا سيدي صحة وبالشفاء ونورتونا. بالنسبة لطيب بقلاوة خويا فيه لوز بندق بفريوة زوزة كاجو فصدق شوية من كذا، الكاس تبارك الله يتبنى الله وحد عليه فهمت. وبالنسبة لي خويا الاوريجينال معناتها بدات طيب بقلاوة من هنا، ليدونتيتي نتاع طيب بقلاوة بنزرتي هذاك هو اللي حابين عليه فهمتي ولا؟ ما تنجمش تجي لبنزرت وما تعملش كويس تاي بقلاوة، يعني على ما اظن كونه الاصل نتاعو هذا يرجع تاريخه، وكونه هو من هنا تعمل اللي هو عبارة كاس تاي قاري 5 سنين بعد الباك، فيه انواع المكسرات الكل، والمحل هذا هو الضارب، هو يضر اللي عملوا ابريق الشاي كما تشوفوا العباد هذوما الكل جايين يشربوا في التاي والامور في الاجبان.
مع المهديين نمركم في الاجبان خويا بعد ما عملنا كويس تاي كنا مروحين، اما في كل بلاصه احباب المهديين ماك تعرف في كل مكان يقطفوا كي جا كل من جا منا الريجيم مشي على روحه. الايامات هذوما اللي قاعدين نعديو فيهم في بنزرت هذوما خويا نحاولوا نصلحوهم كي نرجعوا. صحبوش شعلنا خويا تشيرس القفني من غاد خلي لازمك تجي خويا تحلي ونحن مع الدمق ما نقولوش لا بالطبيعه تتحط غاديكا وتهبط جوها باهي هكايا. هاي سيدي مرحبا مرحبا تفضل خويا تفضل. هاي تشيرس هذا مخك كانك تحب المستحليات راهو امورك طيب. هاي كيفاش تخرج تتقلي وشوكولاته. ايه خويا جاك باهي. هاي اعطيني المهدين صاحبي اول مش اعطي هاي يا خويا اعطينا هاي صاحبي. كما تشوفوا الريزولتا فينال كيفاش طلعت. هذايا تشيروس هذا تشيروس اسبانيوريه تشيروس سبانيش. كما تشوفوا فيها ضربه ماكينه تخرج لك وحيده كي تتقلي ومن بعد تلعب لها بالخبره بالشوكولاته ومن بعد تاكلها. امورك طيبه معلم صاحبي والله تنجح على الاخر والله والله جوها باهي صح. ربي يعينك نعم بوزينك الى اللقاء. احلى احباب المهدين بالوهره ما شاء الله العباد الكل يتابعوا في المهدين عندهم ذوق ومزيانين ومحليهم. عايشك. القلعة هذه حاجة من الحاجات اللي تنجم وقت اللي تجي البنزر تدخل تستمتع، اللي هو عبارة عن متحف والا يعيطوا له دار الحوت، والدخلة والا السوم نتاعو رمزي جدا ب 5000 فرنك للكبار وب 2000 للصغار. وكما تشوفوا كيف ندخلوا بين بلاصة أثرية وقديمة تنزيدوا نجيبوا شوية معلومات. هنا فما خاصة فك نتاع بالين حقيقي. ها فكرين راك الشيخ عامل جو يحب يتصور قاعد يغزر لي ديجا. هذايا متحف سيدي الحني وعندنا فضاء سيدي الحني اللي هي اسباس فاميليال. وسيدي الحني شكون؟ ولي صالح. مرحبا بكم في القلعه. وهنا كيف ندخلوا نلقاو لي زاكواريوم، نجم تدخل تعمل دوره تشوف الحوت، برشا انواع نتاع حوت هذوما شفتهم في الصين فما منهم برشا. دونك كيما تشوفوا فيها ممتعه، تنجم تجي تعمل دوره لهنا تشوف الاكواريوم تشوف برشا انواع نتاع حوت. شوف مقابلنا زاده كيفاه تدخل عباره في كهف تلقى الحويتات راكشين انواع واشكال، وبعد ما تكمل تعمل الدوره نتاعك وتشوف الاكواريوم والحوت والجو والدنيا والديكور نجموا نطلعوا من هنا الفوق. شوف كيفاش الدخله نتاعها. وهنا الفوق نلقاو قهوه سيدي حني اللي هي القهوه اللي فوق الاكواريوم بالضبط. وهذايا كما تشوفوا فيها القهوه نجم تشرب قهوه منها وتشوف الفيو هذايا. معناتها تنجم تجي تعمل دوره وتشوف الاكواريوم وتعمل دوره عبر التاريخ كما يقولوا، وتجي تقعد هنا تشرب قهوتك وجوك باهي. هذه قديمه برشا، التاريخ نتاعها يمكن 2000 سنه. كانوا قبل يسخيلوها بوغ الميلينير اللي هي يستعملوها البطوات نتاع الكيلومتراج كيما 20 كيلومتر على تونس 30 كيلومتر على سويسرا. فوالا دونك هي جبنا يعني ان ترادكتور سميناه اقدم اس ام اس في تونس. لهذايا ميساج نتاع تهديد بعثه امبراطور قرطاج، سمع لي فما واحد في بنزرت العمده نتاع بنزرت يعمل عليه انقلاب، بعث له الميساج هذايا جرافي في الحجره باللاتان، قال له يا سي فلان الفلاني بالتفسير نتاعها، قال له راهو كرتاج بنزرت راهي طير حمام فول دوازو، حط له الديستانس قداش، قال له دونك شد بلاصتك لنجي نكسر لك راسك. طريقه اخرى خليناها وقيدناها. هذايا لو بلوز انسيان اس ام اس نتاع تونس. هذه قبل حاولوا يسرقوها جماعه تراك وفرنسيس، هزوهم وشدوهم الحرس في الثمانينات، شدوهم مخرجينهم باش يخرجوهم من تونس ورجعناها لبلاصتها. فما واحده لهنا وواحده في المدينه العربي. البلاصه هذه كانت جزرنا نتاع جيش نتاع الاندلسيين افكتيفمون. دوكو كانت هذه يترينيو فيها وفرد وقت يحميو. هي في لونتري نتاع الفيو بورت نوريكم بعد من الفوق. هما يحميو القراصنه باش ما يجيوش يدخلوا للفيو بور وين كانوا يبيعوا الماكله ويبيعوا شويه التجار وكل شيء. عندنا المدافع يبداو من الفوق ويضربوهم بهم. معلم اثري وزيد فرد وقت دار الحوت. عندنا انواع نتاع حوت كان احنا في تونس الكل عندنا منهم، وكل جمعه رانا ديما نجيبوا في الحوت. بيانتو عن جمعتين اخرين عندنا تماسح جايين من مدينه التماسيح، حضروا لهم في بيسين كبيره تحت سقيك يبداو تماسح وانت تمشي على قنطره باللار وتحت سقيك تماسح تنجم توكلهم وكل شيء. احنا الكبار عملناهم 5000 والصغار ب 2000 فرنك. المعلومه هذايا فيه الماكله نتاع الحوت، الامبورتاسيون نتاع الحوت، فيهم دوياتهم، فيهم الحاجات الجدد اللي ديما باش نزيدوهم. اون اكسبانسيون يعني كيما تقول معاونه. هو المتحف كامل تحت رعايه جمعيه صيانه مدينه بنزرت وصفوان بن عيسى، هما اللي قاموا بهذه كل البروجي. بدا في جوان وان شاء الله يوفى في جوان. باش نعملوا نوليو على شيل انترناسيونال دي ايشانج مع دوتر ميوزي في العالم. يعني ما عادش نحبوا العبد كي يجي لهنا مش يشوف حوت تونس هكا، يعمل دوره في العالم، عنده شباك على كل حوته جايه من اي بلاصه في العالم. والله يعطيك الصحه. عايشك 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 سي ان بليزير عايشك.